ياه، شوف السما يا صاحبي، دي أحلى مغامرة بدأناها في حياتنا. يلا بينا، الوقت بيجري. استنى، أنا لسه ما حللتش الإشارة. إشارة ولا كشري؟ أنا جعان. يا نهار أبيض، برافو، مش وقت أكل. لحظة، لقيتها، ده فخ. شايف السرعة دي اسمها التطور يا عم. بس خفف يا زعيم قبل ما نطير فعلا. زي ما انتوا شفتوا طبعا ده كله مجانا. السلام عليكم يا أصدقائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعرفكم أداة تقدر تعمل بيها فيديوهات MVO 3.1 مجاني بالكامل، ومش بس كده، وتقدر تحرك الصور وأضيف حوار من عندك، وده كله مجاني بالكامل. يعني انت عايز تفهمني ان ده كله مجاني؟ اكيد انت كذاب. لا يا صديقي، زي ما انت سمعت كده، ده كله مجاني بالكامل، وتابع معانا الفيديو للآخر وهتعرف. وأهم حاجة ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، الاشتراك الأجمل منه، ويلا بينا. يلا بينا نفتح موقع فلو، وهسيب لك لينك الموقع تحت في صندوق الوصف أو أول تعليق لموقع منزل تحديث جديد وهو View 3.1. علشان نسجل دخول بقى، هضغط من تحت على كلمة Create، وفلو هيحمل معايا وينقل لي للواجهة دي. هيقول لك بقى تحت Sign in with Google. طبعا الموقع بيقبل أكونتات الجيميل فقط. بعد بقى ما تسجل بأكونت الجيميل بتاعك، هتلاقي الموقع فتح معاك بالشكل ده. طبعا أول ما بتسجل الدخول بالجيميل بتاعك، بيبتدي إن هو يديك 100 كريدت بشكل مجاني. طبعا ال 100 كريدت دول تقدر إن أنت تعمل بيهم 5 فيديوهات. طبعا لما تخلصهم تقدر تسجل الدخول بأكونت تاني وتاخد 100 كريدت، وبالطريقة دي بقى تقدر إن أنت تعمل فيديوهات زي ما أنت عايز من خلال الموقع. طبعا هتسجل خروج من الأكونت ده وتسجل دخول بأكونت تاني، هتلاقيه يداك 100 كريدت. تعالوا بقى نشرح إزاي بقى إن إحنا نقدر نعمل فيديوهات من خلال الموقع. هنضغط من تحت على كلمة New Project، هيحمل بقى وتلقي الواجهة دي. عندنا بقى أكتر من حاجة نقدر إن احنا نعمل بيها فيديوهات من خلال الموقع. أول حاجة عندي هنا Text to Video، اللي أنا أقدر من خلالها إن أنا أحول نص إلى الفيديو. وهتلاقي عندك هنا بقى في الإعدادات تقدر بقى إن أنت تختار المقاس بتاع الفيديو. فهتلاقي عندك مقاس اليوتيوب ومقاس الشورت، تقدر تختار أي حاجة منهم. وطبعا عندك هنا الأوتبوت بقى، تقدر إن أنت تختار عدد الفيديوهات اللي هينتجها، وإن أنت لو خليتها مثلا 2 هيخصم 40. تاني حاجة بقى فريم تو فيديو، اللي من خلالها أقدر إن أنا أرفع له أي صورة هنا وابتدي أحط البرومبت بتاعتي، وهو هيبتدي يحول لي الصورة بتاعتي دي إلى فيديو متكلم. طبعا تقدر تستخدم أي صور، سواء صور عادية أو كرتون، من خلال الموقع. الأخيرة بقى، واللي هي من خلالها تقدر إن أنت ترفع معاه أكتر من صورة وتبتدي تكتب له برومبت، يبتدي يجمع لك ال3 صور دول ويعملهم لك في فيديو واحد. طبعا تقدر بقى إن أنت تعمل جنريت أصلا للصور من هنا، أو تقدر إن أنت ترفع له أي صورة أنت عايزها. تعالوا بقى نجرب مع بعض أول حاجة معايا، وهي التكست تو فيديو. الأول هنعرف إزاي تعمل برومبت. هنروح على شات جي بي تي وتكتب اللي أنت عايزه. مثلا أنا قلت له عايز برومبت لفيديو كرتون من شبيه عالم ديزني أو سبيستون، مدة الفيديو 8 ثواني، عايزه بالإنجليزية، عدد الشخصيات بمصرية، و1000 انت باقي الحوار. وهننسخ البرومبت اللي هيطلع ونروح إلى موقع فلو، وهتعمل لصق هنا، وهستنى الفيديو. هو ما بياخدش وقت كبير، نستنى ونشوف. بعد ما الفيديو حمل، تعالوا بقى نشغله ونتفرج عليه مع بعض. يا ليلى، شفتي العربية الطايرة دي؟ يا عم، دي مش عربية، دي حلم. يا ليلى، دلوقتي أنا بقى عمل لي البرومبت زي ما طلبت منه. علشان تحمل الفيديو بقى هتضغط على علامة السهم من فوق، وتضغط بقى على كلمة داونلود. هتلاقي عندك هنا تحميل بجودة 720 وتحميل بجودة 1080. طبعا اختار الجودة اللي تريحك والفيديو هيبتدي ينزل معاك. تعالوا كده نروح نعمل برومبت تانية من خلال الموقع. فهحط له البرومبت دي كده اللي انا برضه عملتها بنفس الشكل. بعد كده بقى هختار المقاس بتاعي واختار الاعدادات، وابتدي بقى اضغط على جنريت. هيبتدي الفيديو يحمل معايا. تعالى بقى نشغله ونتفرج عليه مع بعض. يا سلام، دي هتطير لحد السما. طبعا، لو الريح ما كسرتش جناحها. يا سلام. شفنا بقى عمل الفيديو بتاعي زي ما طلبت منه. وعلشان نحمل الفيديو برضو بنفس الطريقة، اضغط على علامة السهم واضغط على داونلود. طبعا تقدر ان انت تعمل اب سكيل للفيديو عشان ينزل معاك بجودة 1080. بعد ما يعمل اب سكيل هتلاقيه ظاهر معاك على الجنب كده، هتضغط على كلمة داونلود، هيبتدي الفيديو ينزل معاك. انما طبعا لو حملته بجودة 720 هينزل معاك على طول. تعالوا بقى نشرح ازاي نحول اي صورة الى فيديو. فعشان نحول اي صورة الى فيديو، هنروح نرفع الصورة بتاعتنا اللي عايزين نحولها لفيديو لتشات جي بي تي، وابتدي بقى اكتب له البرومبت اللي انا عايزها تتعمل في الصورة بتاعتي. فانا هنا مثلا رفعت له الصورة دي، وابتديت اقول له عايز برومبت يحرك الصورة دي والشخصيات تتكلم باللغة المصرية.
عايز البرومبت ده بالانجلش عدا الشخصيات بالمصري. الحاجة اللي انت عايزها تتقال في الفيديو. طبعا تقدر ان انت تتحكم في البرومبت بتاعتك. اكتب له اي حاجة وارفع الصورة وهو هيبتدي يعمل لك برومبت كاملة ليها. اضغط بقى على انتر بعد ما تخلص. هيبتدي ان هو بقى يجهز لك البرومبت اللي هتقدر بقى تستخدمها في تحويل الصورة دي الى فيديو. زي ما انتوا شايفين كده عمل لي البرومبت بتاعتي. ونرجع تاني بقى لموقع فلو، ومن تحت فريم تو فيديو. بعد كده بقى هيبتدي يفتح لي الصفحة دي. هضغط على علامة الزائد. طبعا تقدر ان انت تعمل جنريت لايمج، يعني تقدر ان انت ترفع برومبت هنا وهو هيبتدي يعمل لك صورة، او تقدر بقى ان انت تحمل صورة من على الجهاز عندك. هضغط بقى على كلمة ابلود وابتدي بقى احمل الصورة بتاعتي. الصورة بتاعتي هتبتدي تظهر معايا بالشكل ده. طبعا تقدر بقى ان انت تعدل في الفريم بتاعها، وبعد ما تظبطها هتضغط على كلمة كروب اند سيف. هيبتدي بقى يحمل معاك الصورة بتاعتك. هتلاقي بقى ظهرت معاك تحت بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد بقى ما تظهر معاك بالشكل ده هتبتدي بقى ان انت تحط البرومبت بتاعتك اللي احنا لسه عاملينها. طبعا تقدر ان انت تحط اند فريم ان هو يبتدي الصورة بالصورة دي وينهيها بالصورة دي، وهتختار بقى الموديلات بتاعتك وتضغط على جنريت من تحت. هيبتدي بقى الفيديو يحمل معاك زي ما انت شايف كده. وكده بقى بعد ما الفيديو حمل معايا تعالوا بقى نشغله ونتفرج عليه مع بعض. ها يا صاحبي، جاهز تاخد العلاقة دي؟ هتشوف يا نجم، الطريق لسه طويل. ها يا صاحبي. في الفيديو ده هتعرف تعمل فيديوهات سول جديدة. ده شفنا بقى حول لي الصورة بتاعتي إلى فيديو. علشان تحمل الفيديو هتضغط على علامة السهم بنفس الطريقة وتحمل الفيديو بتاعك. وبكده بقى نكون عرفنا ازاي نحول نص إلى فيديو وازاي نحول صورة إلى فيديو. طبعا آخر خاصية معانا تقدر ان انت ترفع له 3 صور وتبتدي تكتب له البرومبت اللي انت عايزها، وهو هيبتدي يعمل لك فيديو من خلال ال3 صور اللي انت رفعتهم له. وكده يا صديقي نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والاشتراك بتاعك الجميل، وقول لنا رأيك في الفيديو، وما تنساش تجرب الموقع وقول لنا رأيك. وعلشان ما ننساش في أقرب وقت هنزل فيديو عن الحصول على اشتراك في حساب جوجل برو مجاني إلى مدة سنة واحدة مع كل الميزات بتاعته زي جيميناي جوجل جيميناي، وفيديوهات VEO3 مجاني، وموقع فلو فيه 1000 كريدت مجانية بتجدد كل شهر، وجوجل ون. استنوا الفيديو قريب وسلام. انت مين؟ دخلت هنا ازاي؟ انا شفتك بتعمل فيديوهات من غير اكواد دعوه على صوره توب. بتتكلم عن ايه؟ انت عرفت منين؟ الموقع ده مش مجاني زي ما فاكر، كل فيديو ليه ثمن. تمن ايه؟ انا بس بجربه. الثمن بيدفع دلوقتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكتشفت لكم بقى حتة موقع تحفة بيعمل لك فيديوهات صورة من غير ما تحتاج كود دعوة ولا اي حاجة، وبشكل غير محدود. وتفتكر بياخد منك كام كريدت على كل فيديو؟ بياخد 0 كريدت، يعني انت مش محتاج يكون معاك كريدت نهائي علشان تستخدمه. بغض النظر اصلا الموقع اول ما بتسجل فيه بيديك 19 كريدت. طب ازاي؟ ومش بس كده، هعرفك كمان ازاي تقدر تشيل لوجو صورة اللي بيطلع لك على الفيديو وانت شغال زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ومش بس كده برضه، هعرفك ازاي تعمل تحسين للفيديو. كل ده بشكل مجاني خالص وغير محدود. كل بس اللي عايزه منك اللي انت تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة بقى. من غير كلام كتير يلا سوا نشوف. هو ده الموقع اللي هنستخدمه من فيديو AI. هسيب لكم طبعا الرابط في الوصف. اول حاجه طبعا بتدوس من هنا لوجن فور فري، وعندك طريقتين: طريقه انت تسجل عادي بجيميل، وطريقه اللي انت تسجل باي ايميل. خد بالك من الكلمه دي كويس قوي، اي ايميل حتى لو ايميل مؤقت. من ساين اب هنا كده بتكتب اسم الايميل بتاعك هنا، وهنا بتحط يوزر نيم، اي اسم بس يكون اسم مميز، يعني ما يكونش اسم ليه شبيه قبل كده. وهنا باسورد، وبتدوس كونتينيو عادي. وبعد كده اقول لك ان هو بعت لك الكود او الفيريفيكيشن كود بتاعك على الايميل. طبعا بتجيبه وبتحطه هنا وبتدوس هنا على فيريفاي. خد بالك لو فتح معاك باي لغه غير الانجليزيه، دي اول مره يفتح معايا بلغه تانية غير الانجليزيه، بس لو فتح معاك باي لغه هدوس هنا على اسمك كده وتدوس على السهم ده، او تختار من هنا اللغه الانجليزيه، ما فيهوش عربي فهتختار الانجليزيه. الموقع زي ما انت شايف بدايه ما بتفتحه كده بيديك 17 كريدت، فلما بتدوس شيك ان هنا بتعمل شيك ان عشان اول يوم ليك بيديك 2 كريدت. 19 كريدت دول بقى كلهم كده مالهمش اي لازمه في اللي احنا هنستخدمه، لانه طبعا صوره، يعني حاليا مش موجود فيه غير تكست وفيديو بس، اللي هو يحولك النص لفيديو. وبتيجي من هنا تختار الموديل، هتلاقي بقى 2 موديل، واحد اسمه صوره 2 فري والتاني صوره 2 برو. صوره 2 برو بياخد منك 5 كريدت في الفيديو، بس لازم تكون مشترك في الموقع. انا مش عارف بصراحه ايه الفرق، يعني دلوقتي معايا كريدت هنا بس، وهنا عندك نوعين من الكريدت، كريدت عاديه والتانيه سبيسيفيك كريدت. هي دي تقريبا اللي هو عايزها، ودي بتبقى 0، انما الكريدت العاديه طيب الكريدتس دي تقدر تستخدمها في ايه؟ تقدر تستخدمها في حاجات تانية زي مثلا وونتو. انا جربت وونتو واشتغلت معايا عادي، بس صوره برو بيتا ما بيستخدمهاش. فاحنا كده كده هنستخدم الفري اللي هي زي ما انتم شايفين كده ما بتستهلكش اي كريدت. تمام، اخترتها بالشكل ده. وباجي هنا بقى بختار البرومبت. في هنا بقى للاسف فرقين مختلفين عن الصوره الاصلي، ان هو اول حاجه اقصى حاجه ليك هنا ان هو 10000 حرف بس تقدر تكتبهم.
يعني متعرف بقى انت عشان تعمل برومبت اكتر من 10000 حرف بس، و8 10 حرف ده كميه قليله. طب اعمل ايه في المشكله دي؟ بسيطه، انا ممكن اروح لشات جي بي تي واقول له الفكره اللي في دماغي. يعني مثلا هقول له ايه؟ هقول له عايز 2 شباب يهزروا مع بعض ويقولوا لبعض باللغه العربيه باللغه المصريه، تيجي نشوف مين يقدر يرن جرس باب ويجري، والتاني يقول له يلا ويرن جرس باب وتلعبوا. تمام؟ وهكتب له كده في الاخر تكون بالعربيه، وبشرط ان البرومبت بالكامل ما يعديش 1000 حرف، وادوس انتر. فعمل لي برومبت صغير بالشكل اللي انت شايفه ده كده. تعالوا ناخده ونحطه هنا. تاني حاجه برضو هنا للاسف مش موجوده، ومش عارف ايه السبب برغم ان هي موجوده في الصوره الاصلي، ان هي يعني الابعاد اللي انت تحدد الابعاد اللي انت عايزها. فهندوس على كرييت ونشوف هو يعمل لنا فيديو عامل ازاي. الفيديو تقريبا ما بياخدش وقت، بيخلص بسرعه جدا، خاصه في الاوقات اللي هي مش بتستهلك، لكن في الاوقات اللي عليها استهلاك كتير ممكن ياخد مثلا دقيقتين او 3 دقايق. تعالوا كده نشوف مع بعض الفيديو. مش تيجي نشوف مين يقدر يرن جرس الباب ويجري؟ يلا فيديو. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. نيجي نشوف مين يقدر يرن جرس الباب ويجري. يلا نيجي نشوف مين يقدر يرن جرس الباب ويجري. صراحه دم خبيه، بغض النظر عن ان انت الجرس ده مش رنين جرس، ده عامله زي الانبوبه بتاعه المفتاح بتاع الانابيب السباك بتاعته. طيب تعالوا برضه نجرب فيديو تاني كده، عشان بقى يعني ان انا بجرب لكم افكار كتير. تعالوا نعمل حاجه دراميه شويه مثلا. فهرجع برضه لشات جي بي تي في نفس الشات اللي احنا كنا شغالين فيه، ومثلا هقول له ايه؟ قلت له عايز مثلا ابني جالس في مستشفى جنب والده في مشهد درامي حزين، وانت بقى الف لي من عندك المشهد. وهندوس على السهم ده كده وهنحط النص كده، نشوف هيقدر يعمل لنا نص فعلا كويس ولا ايه. 180 اهوت، يعني ما عديش 1000 حرف، وندوس على كرييت. وده الفيديو كده، تعالوا نتفرج عليه. انت هتبقى كويس يا بابا، صح؟ ان شاء الله يا ابني، خليك قوي. زي ما انت شايف كده الفيديو جميل جدا بصراحه، الشكل درامي والصوت ممتاز جدا. طب دلوقتي بقى تعالى هوريك ازاي تقدر تشيل اللوجو من على الفيديو ده. تعالوا نشوف مع بعض. هتخش على الرابط ده واللي هسيبه لك ان شاء الله في الديسكريبشن، ومش محتاج حتى اللي انت تعمل ساين ان. هترفع له الفيديو بشكل مباشر من هنا. هرفع له مثلا الفيديو ده، ومن خلال علامه المربع دي بتحكم فيها كده مثلا على قد اللوجو، ما تكترش مثلا وتزود واحده كمان في اللوجو، وبعدين تيجي هنا وتدوس على ريموف ناو، والموضوع هيبدا يحمل معاك كده. تقريبا ما بياخدش منك دقيقه او دقيقتين وبتلاقي الفيديو خلص. والفيديو خلص معايا، ما كملش اصلا دقيقه حتى. تعالوا كده نشوفه بعد ما شال اللوجو هتخفي طبعا. نيجي نشوف مين يقدر يرن جرس الباب ويجري. يلا نتيجته ممتازه جدا، يعني فعلا خفى اللوجو بشكل كويس والى حد ما مش واضح. وبكده يا جماعة نكون جربنا مع بعض موقع سورة 2 النسخة المجانية، واللي بصراحة فاجئني. يعني تخيل انك تقدر تعمل فيديوهات احترافية بالجودة دي ومن غير ما تدفع ولا جنيه. انا عن نفسي شايف ان دي بداية جديدة لعصر مختلف في صناعة المحتوى، لان الذكاء الاصطناعي بقى فعلا بيسهل علينا كل حاجة، والموقع ده مثال واضح على كده. فلو انت لسه ما جربتش، جرب بنفسك وشوف النتيجة وهتفهم انا بتكلم عن ايه. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان الفترة الجاية عندي حلقات جامدة جدا عن ادوات تانية اقوى من دي بكتير. كان معاكم أسامة من قناة أسامة إكس. استنوني في الحلقة الجاية واللي هنتكلم فيها عن موقع تاني مجاني بيعمل حاجات مش ممكن تتخيلها. سلام يا أبطال.